نفسك تعملي الجمبري بطريقة سهلة بمكونات بسيطة؟ يلا بينا نعمله مع بعض. ولو اول مرة بتشوفيني، انا مروة. هجيب نص كيلو جمبري، هغسله كويس جدا وهبدأ اقشره. بشيل الراس وبعدين بصباعي ببدأ انزع القشرة كلها مرة واحدة. زي ما انتم شايفين انا هعمل قدامكم كذا واحدة علشان برضو تبقى الطريقة واضحة. هي سهلة جدا ومفيهاش اي صعوبة. بصوا بقى لون الاورنج اللي في راس الجمبري دي البطارخ بتبقى روعة جدا. انا طبعا جمعت كل الروز دي في طبق وشلتها وعملت بيها شوربة جمبري خطيرة اقتصادية جدا ومكوناتها برضو بسيطة جدا. هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو في صندوق الوصف. بس فضلا لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في القناة. بنكمل برضو تقشير الجمبري. هي واحدة تاني علشان برضو انا قصدا ان انا اعمل كذا واحدة علشان في ناس بتستصعب تقشير الجمبري جدا، مع انه هو سهل مفهوش اي حاجة. يعني ما خدش معايا 3-4 دقايق بالكتير قوي. في بولة هنزل بالجمبري وعليه البهارات اللي هي عبارة عن معلقة صغيرة من توم باودر والبابريكا والكمون والكزبرة الناشفة والملح ورشة الزنجبيل ومعلقة كبيرة مستردة. هقلبهم كويس مع بعض ومعاهم عصير ليمونة كبيرة. طبعا انا كنت الاول بجيب الكيس اللي هو الجاهز اللي هو التحمير على طول، بس لقيت ان هو بيبقى كله عجين فما حبيتهوش بصراحة. في بولة هحط كوبايتين دقيق وعليهم نفس التوابل اللي احنا حطيناها على الجمبري بالظبط، بس هزود عليها معلقة كركم عشان تدينا لون حلو مع التحمير. هاخد نص كوبايه من خليط الدقيق انزل بيها على الجمبري واقلب. وانا كنت نسيت احط التوم في الاول فمعلش هضيفه دلوقتي. وهبدا ازود شويه ميه شويه بشويه صغيرين لغايه ما تتكون عندي عجينه سايله. فضيت خليط الدقيق في كيس تلاجة. وهبدا انزل فيها الجمبري وارجه كده علشان ياخد معايا كفر. وطبعا طريقه التغليف دي سهله جدا علشان ما بهدلش الدنيا حواليا. هجهز طاسه فيها زيت غزير والمهم ان هو يكون سخن جدا علشان الكفر ما يقعش. مهم جدا ان احنا ما نقلبش فيه بس لغايه ما يتماسك. انا ما كانش عندي وقت ان انا ادخله الفريزر، بس يفضل ان هو يطول حتى لو نص ساعه. ده شكل الجمبري بعد التحمير. طبعا كان جميل ومقرمش ويلا بينا نعمل احلى ساندويتش بالجرجير وبعصير الليمون، ولو في طحينه كمان يا سلام يبقى تحفه. وبألف هنا وشفا. جربوها وقولي رايكم ايه وعرفوني انتوا بتعملوه ازاي.